اهلا بكل حبايبي متابعيني. يلا بينا يا جماعه نجرب الوصفه الرهيبه دي. لغايه دلوقتي ما شاء الله قلب السوشيال ميديا، وهي كبسه الهام. انا الصراحه يا جماعه اتصدمت من النتيجه. عايزين تعرفوا ليه؟ تابعوا الفيديو لحد الاخر. معايا حله سخنه على النار، هحط فيها شويه زيت كده حلوين، يعني بتاع ربع فنجان صغير، وهنزل عليها ببصلايه كبيره متقطعه كده يعني متوسطه. هفضل احمرها لحد ما توصل اللون ده زي بصلة الكشري بالظبط. في الوقت ده هحط معلقة من السكر كده تديها كرملة وطعم حلو. هنزل بقى هنا بفرخة بتاعتي متقطعة 4 وشايلة الجلد منها خالص. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، قرن فلفل حار و2 لومي ولورا وحبهان وقرنفل وقرفة وفصين توم زي ما هما كده، وبهارات كبسة وملح وشوية كاري. هقلبهم بقى كويس، وهنزل بمعلقة صلصة كبيرة. وشايفين بقى شكل الفراخ، انا عايزة الفراخ توصل للون ده وتبقى خطيرة كده. في اللحظة دي بقى هنزل بالمية بتاعتي السخنة لحد ما الفراخ تستوي تماما، مش نص سوا ولا 3/4 سوا، عشان لما نيجي ننزل الرز بعد كده الفراخ خلاص هتوقف السوا بتاعها. هغطيها بقى وهسيبها تقريبا خدت معايا نص ساعة حسب حجم الفرخة طبعا. وما شاء الله وصلت للون البني الحلو ده. هنزل بقى بنص كيلو من الرز البسمتي، غسلاه مصفياه كويس، وتكون المية زيادة. انا عايزه الميه زياده لان دي مش زي الكبسه العاديه، دي بتبقى ميتها زياده ورز جوسي كده وحلو جدا. خلاص بقى اتشرب، هوطي عليه النار لحد ما يستوي معايا، وده شكله بعد السوا. هغرفها بقى معاكم وهقول لكم على النتيجه. الصراحه يا جماعه تستاهل التجربه، رهيبه. طعمها تحفه وريحتها تحفه، وطعم الفراخ مختلف تماما عن اي مره بنعمل فيها الفراخ او اي وصفه بنعمل فيها الفراخ. طعمها مع الرز خطير. هقدمها بقى معاكم كده. وطبعا عارفين ان الكبسة العادية بتتاكل بالدقوس، في الطريقة دي بقى بتتاكل بالسلطة البلدي بتاعتنا. شايفين الرز بقى جوسي كده ولسه فيه نسبة صغيرة من السوائل، هو ده المطلوب. والفراخ دايبة دايبة زي ما انتوا شايفين كده. اهو نيجي بقى معانا نحط معلقة سلطة كده حلوة، سلطة بلدي طبعا، طماطم وخيار وجرجير وبصل. معلقة بقى حلوة، شوية سلطة معاهم شوية الرز معاهم حتة الفرخة، وكلي أحلى وأطعم كبسة. فعلا تستاهل التجربة. يلا جربيها وإن شاء الله تعجبك، ولايك وشير للفيديو. باي باي.